السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. صباحكم فل وياسمين وورد وياسمين، صباحكم معطر بذكر الله. النهارده الجو كده مبدئيا كان تلج، حرفيا والله العظيم بجد كان تلج. والهوا بقى مش قادره اقول لكم، يعني هو كل يوم ساقعه، بس النهارده بقى زاد ان الجو النهارده كان بيطير البني ادمين في الشارع كده. يلا بينا كده معانا فيديو جديد ويوم جديد، ويلا نبدأ يومنا كده بالصلاة على الرسول ونبدأ ونشوف هنعمل ايه. يلا نروق الشقة كده ترويقة على السريع، وندخل نشوف معانا غدا ايه النهارده. زي ما احنا متعودين مع بعض، اول حاجة بحب ابدأ بيها هي البلكونة. مسكتها كده كنستها، لو هتتمسح هتتمسح، بس هي كانت نظيفة. يا دوبك كنستها كده وفرشت فيها الفرشة بتاعتها، وقفلت الستاير لان بقول لكم الجو تلج. ويلا بينا بقى نمسك كده ايه المكان ده كده، نمسكه نكنسه، وهو نضيف وكل حاجة. مش مستاهلة بقى ان احنا نطلع المكنسة النهاردة ونشغل كهرباء وحاجات، لان هو المكان نضيف اصلا. يا دوبك مسكته كده بالمقشة اللي معايا ديت. المقشة دي انا جايباها يا دوبك ايه على قد السجاد كده، فاهمين؟ مش مقشة ناعمة، لا المقشة اللي هي الخشنة بتاعت السجاد دي حلوة جدا وبتريحني وبتطلع كل حاجة في السجاد معايا، اذا كان مثلا حاجة كبيرة حاجة صغيرة. بصراحة بتنظف الدنيا خالص. وتلميعة كده برضو على السريع كده بالملمع الازاز اللي معايا ده. نمسح كده السفرة ونمسح السفنيرة كده. هي منها بتتمسح كل يوم فهي نظيفة، بس برضو ايه بتدي تلميعة كده. بتحسي كده ايه بتغيري الدنيا معاك. بص الهوا عامل ازاي، بقولك حرفيا بيطير بني ادمين. يلا بقى كده نقفل الستارة ونقفل الباب ونقفل النور كمان، وندخل على مطبخنا بقى نشوف هنعمل غدا ايه النهاردة. اول حاجة خالص معايا الرز. همسكه كده برضو اقلب فيه كده، اديله تقليبة لو في اي حاجة ما فيهوش خلاص تمام. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. جبت بولة كده وهنزل فيها شوية من المية، ومعايا كده ايه حباية طماطم همسكها كده فعصها فيه. حلوة فعصها دي، ايوه هي هفعصها فيه. همسكها كده اعملها بايديا كده وافعصها فيه. وبعد كده هجيب ليمونة برضو هقسمها كده نصين، وهبدأ على طول ان انا اعصرها في قلب البولة اللي معايا. ومعايا دلوقتي سمك، همسك بقى السمك كده هديله غسل ايه بنت حلال. وهو مقفول مش هفتحه لاننا مش هنقليه اصلا. يعني همسكه كده ايه بيبقى فيه قشر كده زياده، وبيبقى فيه بقى بص بقى كل الغسيل، ركزي كل الغسيل في النغشيش بتاعته. ايوه الراس بتاعته دي كده تمسكيها تحت الحنفيه، بيبقى فيها كده زفاره، وبيبقى فيها طين كده، وبيبقى فيها حاجات مخاطيه كده. بتمسكيها بقى انت تنضفي الكلام ده كده، اهم حاجه تركزي عليها هي الراس بتاعتها. تغسليها كده، وبعد كده تقومي جايه ايه نقعها بقى عندك في ليمونه في طماطمايه. إيه عندك مثلا نقطتين خل. بس انا استكفيت بالليمون والطماطم وخلاص. وغسلت كده البوله معايا برضو اللي كانت فيها السمك، ومسكت الحوض برضو غسلته كده بالبريل عشان ما يبقاش فيه اي ريحه زفاره خالص. هقطع طماطم دلوقتي، هقطع خضار، هغسل رز، هعمل اي حاجه علشان الحاجه اللي اعملها بعد السمك ما تلقطش من الزفاره وتبقى زفره معايا. جبت الرز اللي احنا قلبنا فيه كده في اول الفيديو، وهنمسك على طول الرز ده دلوقتي ايه نغسله كده نديله غسله نظيفه. الميه اللي فيها تشربيها، يعني ايه تشربيها؟ يعني تكون رايقه، ما تكونش عكره ولا تكون كده، يعني فاهمين؟ همسكه بقى كده هديله غسله كده معتبره رز مصر عادي خالص. هنعمله النهارده شويه رز كده، الف هنا وشفا. ومعايا دلوقتي برضو كده بصلتين مسكتهم كده، قشرتهم، وهنمسكهم دلوقتي بقى كده ايه نغسلهم نديلهم غسله حلوه برضو. ويلا بينا بقى نروح على البوتاجاز. جبت الحله بتاعتي وولعت البوتاجاز، على طول هخرط البصل. مش عايزه البصل بقى يكون مفروم ولا متخرط خرط صغيره صغيره ولا حاجه. همسك كده البصل اخرطه كده ايه خرط كده محترمه، الخرطه كبيره كده. تمام. وزي ما اتعودنا مع بعض طبعا ان احنا بنخرط البصل بنحطه في الحله كده من غير اي ماده دهنيه خالص، لا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. بفضل اشوح فيه شويه كده لما اطلع البخار والرطوبه منه، وبعد كده بنزل بالماده الدهنيه اللي معايا. هنزل النهارده بزيت بس فقط لا غير، مش هنزل بسمنه ولا حاجه. وهفضل اقلب فيه كده زي ما انتم شايفين لحد ما يوصل لون معايا يكون غامق قوي. اللون اللي انتم شايفينه ده، وممكن تغمقي كمان عن كده، بس انا بحبه كده بيبقى لونه حلو كده وشكله حلو خالص. وبعد كده بقى هنزل بالرز زي ما انتم شايفين، وهبدأ على طول تقليب فيه. في ناس ممكن ايه بتصفي البصل ده وبترميه وبتسيب يا دوبك الزيت بس لا والله جربي كده، حط البصل كده. وعلى فكرة مش هيبقى شكله كده ان هو غامق قوي بعد ما خلاص بقى اما تيجي تاكليه. مش هيبقى شكله غامق ولا حاجة خالص. البصلة دي بتلاقيها بتفتح معاكي ولونها بيبقى حلو، بتاكليها كده مع الرز بيبقى لون طعمها مسكر وتحفة جدا. هملحه بقى دلوقتي، عايزه تحطي مرق الدجاج براحتك حطي، بس انا مش هحط.
حطيت كده زودت ليه الميه وهسيبه بقى دلوقتي اول ما يغلي كده. هاروح بقى اقلبه واديله تقليبه كده واسيبه بقى لما يتردد. يلا بقى كده نجيب شويه طماطم على خيار على فلفل على شطه على تحابيش السلطه اللي معايا، وهنبدا نعمل طبق السلطه. نعمل بقى السلطه دلوقتي كده نقطعها وبعد كده نحطها في التلاجة ونسيبها بقى ايه لما نشوي السمك بتاعنا والرز يتردد ونعمل البتنجان ونعمل غدانا كله كده وبعد كده نجيبها. كان الرز دلوقتي كده رحت عشان اقلبه، لانه كان خلاص قرب ينشف دلوقتي، رحت عشان اقلبه كده لقيته محتاج شويه ميه، فزودته كده شويه يجي نص كوبايه كده من الميه، وبعد كده اديت له تقليبه وهغطي عليه وهسيبه بقى لما يتردد براحته خالص. والسلطه كمان عملتها وحطيتها في التلاجة. يلا بينا بقى نعمل الشرشه بتاعه السمك او الحدق بتاع السمك. معايا ايه دلوقتي؟ معايا شويه من الميه. جبت نص البوله اللي معاكم دي اللي انتوا شايفينها دي، جبت نصها كده ميه وخرطت فيها فلفل بخرطه قدامكم اهوت. وكنت دقة كده نص راس من التوم، دقيتها بقشرها ما قشرتوش، دقيت التوم كده بقشره نص راس من التوم، ونص نص حزمة من الكزبرة، بحب الكزبرة اكتر من البقدونس والشبت. وهحط كمان فيه كده قرن من الشطة وقرنين من الفلفل الاخضر، وهحط شوية من الزيت. عايزة تحط خل حطي، بس انا ما رضيتش احط خل يعني. وجيت بقى احط الملح، ما لقيتش ملح، لقيت الحبة الصغيرين اللي انا حطيتهم اللي كانوا قدامكم دول. بعت ابني يجيب ملح، فهيجيب بقى وهيجي هيلحقنا دلوقتي واحط اهو، جاب الملح وجه وصل. هفتح دلوقتي بقى الكيس كده وهحيق برضو كده، هظبط الدنيا وهفضي بقى ايه كيس كده، كيس ونص في قلب ايه المجمع اللي معايا ده وخلاص كده. يلا بقى كده نشوف الرز معايا كان مفلفل وتحفة، ريحته كانت جايبة والله العظيم. عيالي كانوا في المدرسة أقسم بالله لقيتهم جايين يقولوا يا ماما احنا شمين الرز من واحنا لسه على البوابة. الرز كانت ريحته تحفة تحفة تحفة. سيبناه يتردد وعملنا الشرشة وعملنا السلطة. يلا بينا بقى كده ايه نغسل بقى السمك كده مع بعض. السمك اللي احنا غسلناه في اول الفيديو ونقعناه في الليمون والطماطم والحاجات دي. يلا نديله شطفة بقى كده ويلا نرجعه تاني بقى كده في البولة ونروح بقى ايه نشويه كده مع بعض. كنت ولعت الفرن بتاعي دلوقتي وسبته يحمى كده، حتى حطيت فيه شويه رده كده عشان اختبره اشوفه حمى ولا لا، لقيته حمى وبقى حلو جدا. يلا معايا بتنجانتين بقى كده هنغزهم كده، هديلهم نغزه واتنين كده بالسكينه وهحطهم يتشووا معايا جنب السمك، احنا متعودين لازم بناكل بتنجان جنب السمك. ويلا بقى نحط الرده كده ايه على السمك وندخله الفرن بقى عشان نشويه. طبعا انتوا دلوقتي بتقولوا ايه ده سمك مقفول ما فتحتش بطنه؟ يا جماعه احنا من كفر الشيخ احنا ما بناكلش السمك مفتوح. اللي بيقرف وما بيحبش ان هو ياكل السمك مقفول عادي، ممكن بتفتحيه كده بالمقص وبتنضفي بطنه من جوه وبتحشيه، وبعد كده بتحط عليها الرد عادي وتحطيه في الفرن. عايزه تعملوا له شرشه بميه زي كده عادي تمام. مش حابه برضو ممكن بتقومي جايه مقلبه بقى بهارات على ملح وكده، وتقومي جايه مملحه بيه برضو السمك بتاعك، ده معاكي وده معاكي. بس احنا متعودين على كده، احنا بلدنا كلها بتعملوا كده. احنا كفراوية يا جماعة وبنعمل السمك بالطريقة دي. حسيت ان الشرشة معايا كانت محتاجة شوية ملح برضو، حطيت لها كده شوية من الملح. وجبت مصفى تحتها طبق كده عشان اللي يقع يعني المية الشرشة اللي تقع من السمك تنزل ايه في الطبق يعني، وما تبهدلش الدنيا وتبوظ لي الدنيا وكده. هطلع دلوقتي بقى السمكة اللي لقاها احمرت كده هطلعها على طول، وهملحها كده احطها في قلب المية واطلعها بقى ايه احطها في المصفى كده عشان تصفي الميه اللي فيها، عشان ما تبقاش مبغننه كده وشاربه ميه وكده يعني. ايوه كده زي ما انتوا شايفين. وطلعت البتنجان قدامكم برضو، البتنجان كان استوى وبقى مهيه كده حاجه كده قشطه. الفرن النهارده بصراحه الهوا كان مشغله بطريقه مش طبيعيه بصراحه، غلبني اول مره اجي اشوي سمك ويغلبني بالطريقه دي. الهوا بقول لك النهارده كان مشغل الفرن، بصي كان مخلي عماني والله العظيم، خلى عينيا وجعتني من البتاع من الدخانه. المفروض ان الدخانه بتطلع بره كده، لقيتها جايه على عينيا الله المستعان. جبنا بقى البتنجان كده وهو سخن مولع كده، ويلا على طول نقشره كده، شوف كان لسه سخن مولع. كنت دقيت له ايه بقى؟ بص بقى يا ستي، انا بحط للبتنجان ما بحطلوش طحينه ولا بحط الكلام ده خالص. انا بجيب فصين من التوم بدقهم، وبقوم جايبه قرنين من الفلفل وقرن من الشطه حطهم عليه مقطعاهم مخرطاهم. ده كلته في قلب المدق بتاع التوم ده. التوم بقوم جايه دقاه شويه كده بالملح، وبعد كده اقوم جايه بقى الفلفل والشطه بقوم جايه دقاهم عليه وفقط لا غير، بس مش اكتر من كده. انت بقى عايزه تحطي طحينه حطي، عايزه تحطي اللي انت عايزه تحطيه بقى حطيه، وبحط عليه طبعا بهارات الكمون والبهارات اللي انا بحبها ايه والملح وكده.
يلا بقى نبدأ نغرف كده على طول. كانوا خلاص ولادي زي ما قلت لكم كانوا جم من المدرسة خلاص، وجوزي كمان كان وصل. يلا بقى نحط الاكل. حطينا بقى البتنجان، احلى بتنجان، هنقرب الكاميرا الوقت وهنشوفه. زبدة وحاجة قشطة كده، مهلبية بصراحة، تحفة كده. وعملنا كمان السلطة كان طعمها حلو قوي. ويلا بقى نغرف الرز ونجيب السمك بتاعنا ونطلع عيش ونطلع مخلل، ويبقى احلى غدا والف هنا وشفا. الف هنا وشفا لاي حد كل منه واي حد داق منه. ربنا يدينا الصحة ويدينا الصحة كده نفضل واقفين على رجلينا ونخدم ولادنا ونقوم كده بشغل بيتنا، احنا وكل اللي بيشوفنا كل اللي يقول امين. بص الرز وجماله، والله العظيم الرز كان مفلفل وكان طعمه عسل نحل. والله الف هنا وشفا. بصوا ما فاض منه حاجة من كتر ما هو كان حلو، تحفة كده. وكمان السمك كان حلو خالص ومشوي كده جميل وحاجة كده. بصي ايه رأيك؟ وطلعنا المخلل اهو والرز وطلعنا عيش وكده، ألف هنا وشفا. وكده الغدا بتاعنا كده خلص النهاردة. روقنا بيتنا وعملنا غدانا وخلصت. قعدنا بقى اتغدينا، وبعد كده قمت بقى غسلت شوية المواعين زي ما قلت لكم ان احنا في الاول في اول طول ما انا شغالة كده بطبخ وبعمل اي حاجة بتتوسخ جنبي بقوم جاية غسلها بقى على طول. ما كانش فل الصحنان دول غسلتهم، وعملت لنفسي بقى كده كوباية قهوة. وكده شكرا ومع السلامة، مع السلامة، واشوفكم في فيديو جديد.